السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عاملين ايه يا رب؟ كلكم تكونوا بخير. طبعا وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. حابة ارحب بكل الناس الجديدة اللي نورتني وشرفتني في القناة، وميرسي لكل حد طبعا بيسأل عليا، وميرسي لكم كلكم. النهاردة بقى هنعمل حاجة كده، حاجة سهلة وبسيطة ومقاديرها موجودة في كل بيت. هنعمل النهاردة مع بعض بلح الشام. طبعا تغيير بقى بعيد عن الكنافة، زهقنا بقى من الكنافة والقطايف والحاجات اللي هي بتاعت رمضان دي، فقلنا بقى نغير كده نعمله ايه بلح الشام كده بطريقة سهلة وبسيطة، وبمكونات كلها موجودة عندنا في كل بيت. يلا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما تنسنيش بقى لايك وشير وسبسكرايب، ونصلي على النبي في التعليقات، ونذكر ربنا كتير في التعليقات، وادعوا لي دعوة حلوة من قلبك في التعليقات برضو. يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف النهاردة معانا ايه. معايا كده كوباية دي، نص كوباية زيت مع كوباية مية مع بيضتين مع كيس فانيليا ورشة ملح صغيرة ومعلقة كبيرة نشا. هي دي المكونات بس كده. بس كده. هنيجوا بقى على حلة كده، نجيبوا حلة حلوة كده من عندنا، وننزل عليها بكوباية المية ونص كوباية الزيت، ونسيبوهم لحد ما تغلي. بس كده. والله بس كده. ده بطريقة سهلة وبسيطة هتحضريها. والله انا كنت زيك بالظبط، ما كنتش بعرف اعمل اي حاجة. فانتي جربي الطريقة بتاعتي دي وان شاء الله هتطلع معاكي هشة كده من جوه وطريقة، يعني بصوا حاجة مقرمشة، وهتستنى معاكي كمان لتاني يوم. وجربيها وقولي لي، ما تنسيش بقى تقولي لي ايه رايك في التعليقات. انا ما عملتش اي حاجه، ملكوش دعوه باللي انا بعمله هناك ده. وهنا بقى بعد الميه بتاعتي ما غلت معايا، انا حطيت بقى هنا، انا بوريكم دي كانت شعرايه ملح، ذره ملح. هنزل معايا بكوبايه الدقيق بتاعتي ومعلقه النشا، وهقلبهم كويس جدا. لو عندك عجان اشتغلي، ما عندكيش ايدك بسم الله ما شاء الله، ربنا يدينا الصحه والعافيه وطولة العمر يا رب، ايدينا شغاله لسه بصحتنا. ننزل عليها نفضل نقلب 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 نقلب، رج 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 رج، عارفين انتوا الحته دي اللي بتيجي في المسلسل. قلبي كويس جدا 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 لغايه اما تلم العجينه معاكي من الميه والزيت والفانيليا. طبعا احنا دلوقتي هنا عندنا الفانيليا وعندنا البيض لسه ما حطيناهوش. طبعا حطوه امتى؟ بعد ما العجينه كده تبدا تستوي كده. هي خلاص استوت اهي، ولقيت العجينه لما كده على بعضيها وماسكه في بعضيها، وبص حاجه كده 10 على 10 يعني. بعد ما بردت العجينه، اوعي تحطي البيضه كده على العجينه وهي سخنه، هتسيبيها حبه صغيرين لغايه اما تبرد خالص، وتتاكدي بنفسك ان هي بردت. بعد ما بردت معايا العجينه، نزلت عليها بالبيضتين وكيس الفانيليا اللي معايا. عندك فانيليا سايله حطي، ما عندكيش حطي كيس من الفانيليا العادي اللي هو بيتباع في السوبر ماركت او عند بتاع العطار، من اي حته هتجيبيه، دي اسمها فانيليا. بس اهم حاجه ان العجينه تكون بارده خالص معاكي. بعد ما بردت خالص كده وقعدت اقلب اقلب اقلب، رج رج رج، خلاص كده دخلت المكونات كلها في بعضيها. يلا بقى نشوفوا هنعمل بيها ايه. هنجيبوا الكيس الحراري بتاعنا دوت، عارفينه بيتباع عند اي بتاع ملتزمات، اللي هو الملزمات الحلواني دوت، بيقولوا عليها اسمها ايه، اي هو ده عند اي حد بتاع ادوات منزليه او ملزمات الحلواني. ورحت جايبه العجينه بتاعتي ورحت لفاها كده، حطاها في الكيس ده. وهجيب طاسه بقى كده، خلاص العجينه كلها حطيتها في الكيس، وهجيب طاسه واحط فيها زيت غزير بارد. انا هنا عندي كنت عامله الشربات. احنا كنا قايلين الشربات انا بعمل حله واسيبها مركونه جنبي على جنب. الشربات بتاعي يعني بجيب مثلا، لو انت هتحطي 3 كوبايات سكر تحطي نصهم ميه. اوكي متفقين. وشربات الحلويات بيبقى تقيل وبارد، اي حاجه كنافه قطايف بلح الشام زلابيا اي حاجه تقيل وبارد. بتجيبي 3 كوبايات سكر عليهم كوبايه ونص ميه، وتحطي عليهم بعد الغليان رشه فانيليا ونقطتين ليمون. بس ما بتعمليش حاجه اكتر من كده. هنا انا ما ولعتش الزيت، يعني هنا انا ما ولعتش على الطاسه، جبت الطاسه كده فيها زيت غزير، والزيت بتاعي لسه بارد ونزلت بيها. انا ما بحط الزيت وهو بيغلي، عشان البلح الشام والحاجات دي بتعمل زي فوران كده، بيعمل فقاقيع كده. فانا ما بشوفش العجين بتاعتي، والزيت اوريدي بيفور على البوتاجاز معايا، فانا ما بخليش ان الزيت يفور معايا، فبحطه في زيت بارد واسيبه. معلقه النشا هنا ايه بتخليها طعمها هاش وجميله. هنا بقى بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. انا الحمد لله بسجل لكم الفيديو دوت بعد الفطار، يعني كان قبل الفطار اللهم
عماله اعمل بلح الشام واقول اللهم اني صايمه اللهم اني صايمه، بس الحمد لله بقى انا فطرت وكلت وكان طعمه حلو وجميل. والله العظيم جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا جدا. طعمه حلو ومن جوه كده ايه، من جوه طري ومن بره ناشف حجر للناس اللي بتحب الحاجه مقرمشه. انا واحده من الناس بحب الحاجه مقرمشه كده، فلازم اللون بتاعي يبقى ذهبي. طبعا اهو الحمد لله ما سبتهوش ومشيت رحت اتفرجت على اي حاجه عشان اللون بتاعه يفضل ذهبي. انت حسب اللون بتاعك انت عايزه تطلعيه، بس انا كده هستكفى باللون دوت. وهطلع كل اللي انا عملته دوت في الزيت وحط البوتاجاز. الحله اللي هناك دي هي اللي فيها السيرم بتاع البلح الشام وبتاع الكنافه. ده انا عامله حله كبيره كده بسم الله ما شاء الله يعني عليها، ومخلياها دي للحلويات. اعمل الحاجه بعد ما بتخلص انا بعمل غيرها، بعد ما بتخلص بعمل غيرها. فانا كده بطلع بلح الشام بتاعي وانزله في السيرم بتاع اللي هو الشربات ده. كده هنا كنت طافيه النار. بعد ما طفيت النار هسيب النار تبرد شويه وبعدين هنزل بباقي المكونات اللي في الكيس بتاعي في الطاسه. بعد ما بنزل بالمكونات كلها واسيبه، بصوا لو انا كنت مولعه النار كان الزيت هينقع يفور كده ويقع على البوتاجاز. فانا ما برضاش ان انا اسيبه النار والعه عشان ما يفورش مني ويقع على البوتاجاز. انا كده اللي انا بعمله دوت انا طافيه النار. هنزل كل المكونات بتاعتي اللي في الكيس وهعمل نفس اللي انا عملته في الاول هعمله في التاني. هنا بصوا كان خلاص قرب يحمر اهوت. عشان الفيديو ما يطولش معاكم، عشان تشوفوا الفيديو للاخر، عشان نسبة المشاهدات بتاعتي بقت تحت الارض يعني. فلو انت بتشوفيني لسه لحد هنا يعني نورتيني، ومبسوطه جدا طبعا ان انت مكمله معايا الفيديو لحد هنا. والله العظيم بشكر كل الناس اللي بتكتب لي كومنت حلو، وبشكر كل الناس اللي بتتابعني للاخر. فكل الناس بقى اللي بتتابعني وشافت الفيديو لحد هنا يقولوا له الله ينور. والله العظيم جربي الطريقه ديت. انا لو في حاجه بقولها لكم بيبقى عن تجربه وطعمها حلو، والله انا كمان ما كنت بعرف اعملها. فانت جربي الطريقه ديت هتعجبك جدا وهتبقي بروفيشنال فعلا فيها. احنا طبعا احنا لا حلويين، احنا ستات بيوت، احنا عارفين مش صحاب محلات. بس احنا لما نجرب مره والتانيه والتالته فبتلاقي ان انت ايدك خدت على الحاجه وبيطلع معاكي والله العظيم ولا اجدعها حلواني ولا اجدعها شيف. فجربيها بطريقه سهله وبسيطه، بس انت قومي كده تشملي وشمري وجربيها، وبشويه دقيق من البيت وشويه ميه واعجنيها ويلا اديها. يعني بصي بقول لكم شعر اهو، يعني بأقل حاجة هتعمليها وبطريقة سهلة هتشمري وتجربيها، وهاتي شوية دقيق وشوية مية واعجنيها. اللهم صل على النبي. بصوا كلام يعني راكب على بعضه شاعرة. فما تنسوش بقى ان انتوا تجربوا الطريقة بتاعتي ديت. بعد ما طلعت كل المكونات نزلته معاها في السيرة، فما اقولكوش على الطعم والجمال. يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة. فجربي الطريقة بتاعتي دي فهتعجبك جدا. ولو لسه بتشوفيني لحد هنا ما تنسنيش باللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني في فيديوهات تانية كتير. انا بقالي كتير مقصرة معاكم في الروتينات والفيديوهات عشان رمضان، بس ما فيش وقت، وقته بيعدي بسرعة. هوا اليوم مجرد ما بتقومي كده اليوم بيعدي هوا، والتصوير ده عايز وقت. فانا كويسة والحمد لله، احب اطمنكم عليا بس. فانا نزلت لكم بقى الفيديو ده ان شاء الله ان شاء الله. استنوني بقى في فيديو تاني كتير وفيديوهات تانية كتير ووصفات تانية كتير. هتوحشوني. الى اللقاء.